النهارده هنعمل حاجة حلوة بالجلاش بطريقة سهلة جدا زي ما انتوا شايفين، وشكلها حلو قوي خصوصا في الحلويات وكمان على سفرة رمضان. هنعمل عيش البلبل او عيش العصفور بطريقة سهلة وبسيطة، وبمكونات كلها عندنا في البيت، ومكونات بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين. شكله شيك جدا مع الحلويات، بجد رهيب. طعمه مقرمش وفي نفس الوقت طري من جوه، ومفيش اسهل من كده. قبل ما ابتدي الوصفه احب اعرفكم بنفسي، انا اسمي اميره داود، دي القناه بتاعتي. لو لسه مشتركتيش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. ولو الفيديو عجبكم لايك وشير. يلا كده نقول بسم الله ونحضر. اول حاجه السيرب. عندي هنا جبت بوله وحطيت فيها كوبايتين من السكر وكوبايه واحده من الميه، ومعلقه من عسل الجلوكوز او معلقه من عسل النحل. وبعد كده برفعهم على النار، اول ما يبتدوا يغلوا بعصر عليهم عصرة ليمونة. وبعد كده ببتدي ان انا اديها تقليبة. انا ما قلبتهاش خالص في الاول، بس اول ما بتغلي بعصر عصرة الليمونة وبقلبها تقليبة وبسيبها 7 دقايق بس، وبعد كده بسيبه يبرد تمام. بعد كده ببتدي بالوصفة بتاعتي. جبت لفة من الجلاش وزنها نص كيلو او كيلو الا ربع على حسب الصينية بتاعتك. وكان عندي اي نوع مكسرات سوداني، عندك سوداني، عندك فستق لوز، اللي موجود عندك. ببتدي ان انا اضربه كده في الكبه بتاعتي ويبقى مجروش زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بجيب اول لفه من الجلاش، وبقيه الجلاش انا بلفه في فوطه عندي نظيفه علشان ما ينشفش معايا. رشيت كده، جبت اول ورقه من الجلاش ورشيتها كده رشه بسيطه او على حسب ما انت عاوزه من المكسرات بتاعتي. وابتدي ان انا اجيب عصايه الشيش طاووق او اي عصايه عندك تكون نظيفه، وابتدي ان انا ابرم عليها ورقه الجلاش بالشكل ده بالراحه خالص. بحاول ادخل المكسرات لو هي طلعت مني، وبعد كده ببتدي ان انا اديها كده كشكشه على العصايه بتاعتي، وبعد كده بطلعها من العصايه بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وبقسم الورقه على 2. انا طبعا بحط الورقه بالعرض علشان تديني طول يكون مناسب. هعمل كمان معاكم واحده اقفلها كده بايدي، بضغط عليها من الحروف بس بايدي، وبعد كده بجيب تاني ورقه اهو واحط فيها رشه من المكسرات، واجيب العصايه بتاعتي وابتدي ان انا ابرمها بالشكل ده على العصايه. وبعد كده بقفلها وابتدي ان انا اكشكشها بالراحه كده، اضمهم على بعض بالراحه واتخرجها من العصايه بكل سهوله. وبعد كده بقطعها بالسكينه نصين، وممكن تقطعيها على 3، وبقفل الحروف كده بضغط عليها وبحطهم في الصينيه. هوريها لكم ازاي وانا برصها بالصينيه بحيث ان الحروف ما تتفتحش معايا. بزنق كده كل صف بالقفله بتاعتي، وكل القفله بتبقى على نفس الاتجاه بتاع الصف اللي بعديه زي ما انتم شايفين كده. بخلص كل كميه الجلاش بالشكل ده بكل سهوله. وبعد كده انا طبعا مولعه الفرن على درجه حراره 180. سيحت كده كوبايه او على حسب الكميه بتاعه الجلاش بتاعتك، بحيث ان كل الجلاش يشرب من السمنه. وممكن دي الفرشه عشان تبقى سهله معاكي وتتاكدي ان كل السمنه دخلت مع الجلاش بكل سهوله زي ما انت شايفه كده. ولو في سمنه هتطلع معايا زياده ما تقلقيش، هياخد الكميه المناسبه ليه. وبعد كده الباقي هنبتدي ان احنا نصفيه من الصينيه، وما تخافيش وتستخدميه في اي وصفه حلويات تانية. دهنت كويس جدا الجلاش زي ما انتم شايفين، وبعد كده هدخلها الفرن بدرجه حراره 180. هيقعد معايا من ربع ساعه لتلت ساعه. الشربات بتاعي او السيرب بتاعي بارد وهو طالع سخن زي ما انتم شايفين، عشان يديكي لون ذهبي من فوق. ممكن تولعي عليه الشوايه شويه يديكي اللون زي اللي انت شايفاه ده. عايزه اقولك ان هو مقرمش وفي نفس الوقت طري، طعمه جميل جدا وفي نفس الوقت شكله حلو جدا. هسقي السيرب بتاعي بالجلاش بالشكل ده، وهسيبه كده 10 دقايق يشرب السيرب بتاعه، وبعد كده ابتدي ان انا اقدمه. وممكن تديله رشة مكسرات من فوق كده وتقدميه. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، وتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.